كل الفعاليات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية، الذي يبني ويشيد ويحافظ ويدافع على كل ما من شأنه تقصير ثوابت الأمة أو المساس بها. إن الشباب ليس كلمة فقط، بل إنما تعني العطاء الدائم والإنتاج المستمر والآمال المنتظرة. فالعطاء المتصاعد يتحقق في تنفيذ المهمات الصعبة وتذليل المعوقات الشاقة والتغلب بنجاح أمام التحديات الكبيرة الواقعة أو المتعوقة. الشباب باختصار هم ثروة الأمم التي لا تماثلها ثروة، فهم الشريحة الحيوية اليوم وهم بناة المستقبل. وتجديد المجتمع يرى بتجديد القيادات، وتشبيب المجتمع ينبغي أن يكون أثره جليا في مقاليد الأمور. فالعناية بالشباب ليست حملة وقتية ولا جزئية تستغرق بعض الوقت، بل يجب أن تكون مسعى مستمر يستغرق كل وقت الدولة والمجتمع. العناية بالشباب تكوين مستمر يستغرق كل مجالات الحياة، فمن التكوين الحضاري إلى الحاجات الرياضية والثقافية والعلمية، فضلا عن الاجتماعية. فلو نجحنا في تلبية تلك الحاجات كان الشباب أحسن حارس للدولة والمجتمع. أيها السادة والسيدات، إن أعلامنا ترمي إلى تحقيقه التنمية الشبابية أو الشبانية، الخلوص إلى إشراكهم بكامل الإرادة في التأسيس لدولة الواجبات والحقوق وتفعيل دورهم، يحولهم من مجرد مواطنين عاديين إلى حرس حقيقي للدولة في قوانينها ومؤسساتها وخيراتها. وتفعيل الدور من مجرد منتفع إلى حارس حقيقي للمجتمع والدولة. صناعة لا تأتي من فراغ، صناعة لا تأتي من فراغ، ولا يمكن أن تبنيها الشعارات الرنانة التي تنسخها التصرفات في شعار الحياة، بل تبنيها الآمال، بل تبنيها الأحوال التي تؤكدها الأقوال. فالأعمال الموافقة لإرادة الأمة أكبر معين على تمكين إشراك الشباب في التنمية، وهي مع المداولة عليها والمداومة عليها الطريق السريع لتحويل الشباب من مجرد منتفعين إلى قلاع تحمي الوطن. إن حضور الشباب في المشهد الإداري والسياسي والاجتماعي تدعيم حقيقي ونوعي للحكم الراشد المعبر عن إرادة الأمة والمجتمع، وسبيل سريع لثقافة الحوار والتداول السلمي على السلطة وتكوين دائم ومستمر على التواصل الاجتماعي. إن شريحة الشباب هي الشريحة التي ينعقد عليها الآمال في بناء مستقبل الأمة العربية والإسلامية عامة والوطن الجزائري خاصة، لغرض تطوير الحياة الاجتماعية، إذ أن هذه الفئة هي عماد الأمة وأفرادها رجالات المستقبل، وبصلاحهم وتوفير الإمكانيات لهم يساهم في إصلاح الأمة حتى تتبوأ مكانتها بين الأرض. لذلك يجب صيغة الأمر لا صيغة الترجي. يجب أن تحظى فئة الشباب بكل الاهتمام، وأن توصل إليهم المعلومات الصحيحة والسليمة في جميع المجالات والمعارف. لا شك أيها الحضور الكريم أن الشباب يعيش اليوم في بلادنا أزمة متعددة الجوانب في مختلف المجالات، حقيقة لا ينكرها أي إنسان، وعلينا دراسة هذه الأزمة، لا أن نكون في دور المتفرج وفقط، لكن علينا دراستها وتحليلها وإعطاء النصح والمساهمة في إيجاد بدائل واقتراحات لهذا المشكل. لهذا المشكل نظرا لخطورة الأوضاع التي يعاني منها الشباب، وهو يشكل ثلثي سكان الجزائر. يشعر إخواننا بالتهميش واليأس بسبب المشاكل التي تواجههم في حياتهم اليومية، رغم الإنجازات والإصلاحات، حتى لا ننكر حق أولئك الذين يساهمون في البناء ويساهمون في التشييد. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله.
يشعر إخواننا بالتهميش واليأس بسبب المشاكل التي تواجههم في حياتهم اليومية رغم الإنجازات والإصلاحات التي قامت بها الدولة والتي ما زالت تقوم بها والإمكانات التي رصدتها لهم، إلا أنها لم تتوصل إلى الأهداف المنشودة. إننا من هذا المنبر وفي إطار تأسيسنا لأكاديمية الشباب الجزائري من خلال الجمعية التأسيسية، أيها الإخوة، نعلن صراحة تضامننا مع جميع البطالين في الجزائر أي كانت توجهاتهم وأي كانت مناطقهم وأي كانت رؤاهم وأفكارهم وأي كان اختلافنا معهم في الرؤى وفي الأطروحات، ولكن بشرط في إطار احترام مبادئ واحترام قانون الدولة، لأننا جزء لا يتجزأ من الدولة. ولما نقول أننا جمعية أو نؤسس لجمعية، نحن نبحث عن الصيغة القانونية حتى نصل إلى فكرة أننا نساهم في حلحلة، على الأقل حلحلة أو إيصال مشاكل الشباب. نعلن تضامننا جميعا مع الشباب البطال في كل أنحاء الوطن، ونساندهم سواء في الشمال أو في الجنوب أو الشرق أو الغرب. أي شباب موجود في الجزائر نحن معه قلبا وقالبا. هذا من جهة. وكذلك لما رأينا لا ننسى إخواننا في ورقلة كل الهالة التي أحدثها بعض الناس حول هؤلاء الشباب، لكنهم أثبتوا أنهم شباب يحترمون الدولة ويحترمون القانون ويحترمون الوطن، ولن نزايد في مسألة الوطن والمواطنة أو الوطنية. هذا من جانب. نحيي فيهم نخوة وحب الوطن، وخير دليل على ذلك التنظيم اللي رأيناه المبهر في ورقلة بدون تكسير. تم وصول أفكارهم لجميع الشعب الجزائري من مسؤوليات إدارات إلى وصلوا هذه الفكرة برزانة وتعقل. كما لا ننسى أن نتقدم بخالص التعازي لأهالي الأطفال المخطوفين الذين تم اختطافهم وقتلهم واغتصابهم سواء في قسنطينة أو تلمسان أو الجزائر أو غرداية أو جميع ربوع الوطن أو جميع ربوع العالم. نحن ضد هذه الفكرة، ونحن نضم صوتنا إلى صوت كل من يطالب بإعدام مختطفي الأطفال وقاتلي الأطفال حتى مغتصبي الأطفال. نحن مع إعدامهم، هذا واقع. حتى لما نقف اليوم وقفة رجل واحد حتى يكون هؤلاء الناس عبرة لمن تسول نفسه تفكير في هذا الأمر. أيها الإخوة، أيضا لا ننسى الأحداث التي عرفتها بعض المناطق الحدودية وخاصة في صحراء الجزائر، وأخص بالذكر حادثة كنتورين وما فعل شباب الجزائر الذي فعلا أثبت أنه ثائر ولا يزال ثائر وسيبقى ثائر. له مخطط له من طرف من يريدون ذريعة لتدنيس تراب الجزائر الطاهرة بحجة محاربة الإرهاب في الساحل. فليعلموا هؤلاء أنه كتب على لوح الجزائر المحفوظ أن تظل على مر الزمن الجزائر دربا أزليا يعبر منه الشهداء إلى واحة الخلود، يكتب بقداسة دمائهم مجد الوطن وحرية الشعب. فمنذ سحيق التاريخ وجزائرون جيلا بعد جيل يقاومون الغزاة ويتسارعون للتضحية، وما إن ردوا محتلا حتى تصدوا لآخر كأنما هم فرسان تعاهدوا مع الوغى، فما نزلوا عن صهوات جهادهم إلا وهم في مستطوها. أيها الإخوة الكرام، أيها السادة، أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع، وأشكركم أيضا على مجيئكم. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أنكم آمنتم بالفكرة، فمن آمن بالفكرة يستطيع أن يفعل أي شيء. فشكرا لكم.